السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهلا بيكم يا جماعة. ساعات كده بنبقى ماشيين في حالنا، الدنيا ملطشة معانا وفاكرين ان خلاص، فجأة بوم خبطة عربية تغير حياتنا 180 درجة. النهاردة هحكي لكم عن فيلم We Live in Time. الفيلم ده مش مجرد قصة عادية من اللي بنشوفها وننساها، ده درس ازاي نعيش كل ثانية وكأنها الأخيرة. الفيلم ده بيلعب بالوقت، مش ماشي بترتيب زمني يخطفك من الضحكة للعياط في ثانية واحدة. هاتوا بقى النسكافيه بتاعكم وجهزوا المناديل عشان هنعيط كتير، ويلا بينا على الحكاية. حكايتنا بتبدأ بتوبايس، شاب طيب غلبان لسه خارج من تجربة طلاق عنب، واقف في وسط الشارع بروب الحمام بيدور على قلم يمضي بيه ورقة طلاقه، وهو ماشي بقى مش مركز بروب الحمام تخبطه حتة عربية تقلب كيانه. مين بقى اللي سايق؟ الموت، شيف شاطرة جدا، طموحة ومجنونة شوية، ومن القلب الحدث العربية دي بتبدأ أجمل وأغرب قصة حب ممكن تشوفها. وسط الحكاية، الخبطة، الوقت، أحلى أيام، لقطات من المستشفى، تطور علاقتهم وخروجات وطبخ الموت. المخرج بقى هنا بياخدنا في رحلة رايح جاي في الزمن، بنشوفه وهم بيتعرفوا في المستشفى، وتوبايس الراجل الجنتلمان اللي بيسامحها على الحادثة على طول، شايفين حتة الرومانسية دي، ويبدأ يخرج مع إلمون شخصية حرة ما بتفكرش في بكرة، وتوبايس شخص منظم وبيدور على الاستقرار والعيلة. ورغم الاختلافات دي الكيمياء بينهم كانت بتولع الشاشة. لقطات النقاش وحول الخلفة وبعد كده الولادة والكوميديا اللي هتيجي دي خطيرة. طبعا مفيش قصة حب من غير مطب، توبايس نفسه يخلف زي اي راجل ويبقى عنده عيلة، لكن إليمون شايفة ان شغلها كشيف ومستقبلها اهم ومش عاوزة اطفال دلوقتي. الحتة دي بقى بتعمل بينهم فجوة، بس الحب بينتصر في الاخر، وبنشوف مشهد من اغرب واجمل المشاهد، الولادة في تاريخ السينما. إليمون بتولد بنتها ايلا في حمام بنزين على الطريق، ايوه زي ما قلت، في حمام بنزينة على الطريق. يعني زي ما بقول لكم كده، مشهد يفطس من الضحك وفي نفس الوقت يخلي قلبكم يدق كده. نقطة التحول بقى، الخبر اللي يكسر القلب. الدنيا بتبقى وردي، وتوبايس وإلموت وبنتهم عايشين في بيت فريف يجنن، ومفيش اسعد منهم لحد ما بتيجي لحظة اللي بتكسر كل الدنيا. إلموت بيجيلها مرض السرطان، تحديدا سرطان المبيض، والموضوع بيرجع تاني بعد ما كانت خفت منه زمان. الخبر ده بينزل عليهم زي الصعقة. توبايس بيموت من الخوف عليها وعاوزها تبدأ علاج الكيماوي فورا وتقعد في البيت علشان يحافظ على كل لحظة معاه، لكن إلموت عندها رأي تاني. إلموت وهي بتتمرن للمسابقة ونظرات توبايس الحزينة، إلموت بيتجيلها فرصة العمر تشارك في مسابقة الطبخ العالمية. بالنسبة ليها دي مش مجرد مسابقة، ده الورث اللي عايزة تسيبه اللي بنتها تفتكرها بيه. عاوزة تموت وهي بتعمل الحاجة اللي بتحبها وناجحة فيها، مش وهي عيانة ومستسلمة في السرير. هنا بنشوف صراع حقيقي يوجع القلب. توبايس مرعوب يخسرها، بس في نفس الوقت بيقرر يدعمها بكل قوته لأنه بيحبها ومحترم رغبتها وأحلامها. المعركة الأخيرة في المطبخ، لقطات سريعة مثيرة من المسابقة، عرق، توتر إلموت وهي بتألم بس بتكمل الطبخ. وندخل بقى على أجواء المسابقة، التوتر عالي جدا وصحة إلموت بتتدهور وسط الطبخ، بس بتعافر وبتقدم أطباق خرافية بمساعدة المساعدة بتاعتها، وتوبايس اللي كان واقف وراها في الكواليس بيشجعها ودموعه في عينه. المشهد ده بيعيط فعلا، بيوريك يعني ايه شغف، وازاي الست بتقدر تتحدى اي ظروف عشان تسيب بصمتها. ازاي بقى بنعيش في الوقت. المشهد ده لقطة توبايس وبنته بيعملوا بيض في المطبخ بنفس طريقة إلموت. الفيلم ما بيجيش مشهد الموت والنكد التقليدي اللي يقفلنا من الفيلم، أذكى وأحن من كده بكتير. بيبعت لنا رسالة من خلال توبايس وبنته ايلا، وهم بيكملوا حياتهم وبيفتكروها بالحب وبالطبخ، باللحظات الحلوة اللي عاشوها معاه. مش فيلم هتشوفه وتنساه، ده فيلم We Live in Time، هيخلينا نبص للناس
ان احنا بنحبهم، ونتأكد ان مش بنضيع وقتنا في زعل ملهوش لازمة. الوقت بيجري، فعيشوا اللحظة. ولو عجبكم التلخيص ده ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة، وقولوا تحت في التعليقات لو كنتوا مكان توبايس كنتوا هتشجعوا الموت تكمل حلمها، ولا كنتوا هتقولوا صحتك اهم واقعدي تعالجي. اشوفكم في الفيديو الجاي، سلام.